اليوم غتعرفوا الموعد النهائي اللي عند والد الركراكي باش يعلن على اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي تشارك في كاس افريقيا. ورسميا تعرفنا على الخصوم ديالنا في كاس العرب، وفي هذا الفيديو غادي نعطيكم المواعيد ديال المباريات بالتفصيل. توك توك في تيك توك، هذه اهم الاخبار الكرويه ديال اليوم. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، غنعطيكم كل شيء بالتفاصيل وبالرجوله. لايك والاشتراك ما غتخسروا والو، والله يسهل على الجميع. وهذه المره غنبداو بخبر مفاجئ، حيث الحكمه المغربيه بشرى كربوبي تعلن اعتزالها التحكيم، والسبب كيف ما كتشرح هي في ستوري ديالها في الانستغرام هو انها تعرضات لبعض المضايقات من طرف مديريه التحكيم. المنتخب الوطني المغربي النسوي لاقل من 20 سنه يكتسح المنتخب الجزائري برباعيه مقابل هدف واحد في بطوله شمال افريقيا اللي حاليا كتقام في تونس. رسميا منتخب البحرين كيتاهل الى دور المجموعات من كاس العرب من بعد ما فاز اليوم في الاقصائيات على جيبوتي بنتيجه 1-0. ورسميا منتخب السودان كيتاهل من بعد ما فاز على لبنان بنتيجه 2-1. رسميا منتخب عمان كيتاهل من بعد ما فاز على الصومال بركلات الترجيح. ورسميا منتخب جزر القمر يتأهل الى نهائيات كأس العرب من بعد ما فاز على منتخب اليمن بركلات الترجيح. ورسميا جزر القمر وعمان غادي يتواجدوا في المجموعه اللي كيتواجد فيها كل من المنتخب الوطني المغربي والسعوديه. ورسميا المباراه الاولى ديال المنتخب الوطني المغربي في كأس العرب غادي تكون نهار 3/2 في شهر 12 ضد جزر القمر مع الساعه 1 بعد الزوال. المباراه الثانيه غادي تكون ضد عمان نهار 5 في شهر 12 مع 3:30 ديال العشيه. والمباراه الاخيره غادي تكون نهار 2/8 في شهر 12 ضد المنتخب السعودي مع 6 ديال العشيه. حسب عده مصادر موثوقه الموعد النهائي لاعلان اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي تشارك في كاس افريقيا غادي تكون 10 ايام قبل من انطلاق البطوله، يعني رسميا الموعد الاخير غادي يكون هو نهار 11 في شهر 10 المقبل.